السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان من مطبخ الفيروز وفيديو جديد. الكشري المصري مين فينا بيحبوش؟ هنعمله مع بعض بطريقة سهلة، وهنقول كمان فيها كل أسرار المحلات. يلا بينا. ده حمص عندي هنا منقوع من قبلها بليلة. أبدأ بقى أسلقه واسيبه، أول خطوة أبدأ بيها واسيبه عشان بياخد مني وقت. نبدأ بقى هنا نجهز البصل بتاعنا. طبعا كلنا بنعشق بصل الكشري. هقول لكم بقى على اسرار وتكات فيه هتطلعوا معاكم حلو جدا. هنا ببدأ بقى اقطعه زي ما حضراتكم شايفين كده طرنشات رفيعة. انا هنا كنت عاملة 5 بصلات. الكمية طبعا ضعفيها براحتك، اعملي على حسب العدد اللي انت محتاجاه. اهم حاجة يا جماعة في التقطيع لازم تكون الشرايح رفيعة قوي، لو سميكة مش هتبقى لطيفة معانا. هنا بقى انا كنت ضفت نص معلقة ملح صغيرة ونص معلقة سكر صغيرة بس، ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة تانية. ونقلبهم مع بعض كويس كده. هنا بقى لازما يكون الزيت كتير جدا، انت كأنك بتحمري بطاطس. دي اهم خطوة بقى من عوامل نجاح البصل، ان يبقى الزيت زيت غزير كتير. وما تقلقيش الزيت ده مش هيترمي، الزيت ده بعد كده هناخده هنشتغل بيه في كل الكشري، بيبقى طعمه حلو جدا وواخد نكهة البصل. دي من الحاجات اللي بتطلع معاكي الكشري حلو قوي. هنا بقى البصل طبعا ابدأ بقى اسيبه كده مع نفسه. هنا دي حلة ضفت فيها مية بس مش واضحة معانا. هبدأ بقى اضيف ليها زيت، وكنت ضفت ملح، معلقة ملح صغيرة ومعلقتين زيت. هبدأ اسلق المكرونة بتاعتي. انا هنا عاملة سباكيتي وعاملة المرمرية الصغيرة. تشكلي بقى الانواع زي ما انت عايزة حسب رغبتك يعني. وهنا البصل بتاعنا اهو مستمرين طبعا في التقليب فيه. مش بتقلبيه كتير قوي يعني، في المرحله دي ما بتقلبش كتير لحد ما يبدا ينشف معانا شويه. والحمص كان بيتسلق، يعني انت كده بتعملي 3 خطوات في وقت واحد. الكشري من الحاجات اللي ما بياخدش وقت خالص، بس بنحس ان هو عشان مكوناته كتير هياخد مننا وقت كبير في المطبخ، بس لو وقفتي نظمتي وقتك وانت بتعمليه وخطواتك مش هياخد منك اكتر من نص ساعه. وهنا بقى المية بتاعتنا كانت غليت، نبدأ ننزل بالمكرونة. انا هنا كنت عاملة كيس مرمرية ونص كيس اسباجيتي. نبدأ بقى نرجع للبصل بتاعنا. شايفين يا جماعة السكر؟ انا بحط سكر ليه؟ السكر بيخليه بيديله لون حلو قوي وبينشفه معايا. والملح انا بحط حاجة بسيطة قوي عشان برضو يساعد ان هو ينشف معايا. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا. ولو مش حابين تضيفيهم براحتكم، بس هما بيفرقوا في الطعم جدا. هي اهم خطوة ان البصل يبقى مقرمش، يبقى زيت كتير، بس دي اهم خطوة فيه. هنا بقى البصل معانا بدأ ياخد لون. في المرحلة دي انتي بتفضلي واقفة جنبه تقلبي باستمرار، عشان لو سبتيه في ثانية يتحرق منك. انا هنا سايباه لحضراتكم تشوفوا اللون بتاعه وهو يعني ايه بالتدريج. شايفين لونه ذهبي وجميل ازاي؟ السكر بتاعنا النص معلقة سكر دي بتفرق كمان في طعمه قوي. وهنا بقى خلاص صفيته وبدأت ان انا احطه على صينية ينشف. وده الزيت بتاعنا نشتغل بيه بقى. هنا المكرونة بتاعتنا خلاص كده كانت استوت. وهنا برضو في معانا خطوة مهمة. هنا بقى طبعا شطفتها كويس وبعد كده سبتها يعني صفتها. ابدأ بقى اضيف عليها معلقتين 3 كده من البصل بتاع الزيت، من زيت البصل، سوري معلش، من الزيت بتاع البصل. بيطعم المكرونة معايا وبيخليها حلوة جدا. هنا دي رشة فلفل اسمر، دي بقى من الحاجات المهمة قوي، ورشة كمون عشان المكرونة بتاعتك يبقى ليها طعم. دي برضو كده ايه من التركات بتاعتنا في الكشري اللي هتفرق معاكم قوي في الطعم. وكده خلاص خلصنا المكرونة، والحمص برضو خلاص كان استوى، والبصل اتعمل كده. ما فضلناش حاجة غير الرز والصلصة. هنا بقى جبنا طبعا حلة تسخن على النار، ضفت لها شوية زيت كده. ده هنا عدس عندي انا نقعاه من بالليل، انا بعمل الرز مع العدس. طب انا ما لحقتش انقعه من بالليل، هتجيبي ميه سخنه تنقعيه فيها ساعتين 3. طب مش عايزه اعمل كده، هتديله نص سلقه بره وبعد كده تكمليه مع الرز.
اللي انت عايزاه، بس الطريقه دي بتبقى حلوه قوي. لان هنا انا شوحت العدس مع الزيت اللي بيدي بيتشوح بيبقى حلو جدا، وضفت الرز بتاعي وبعد كده ضفت ملح وكمون. ابدا بقى اقلب فيهم ياخدوا ويدوا كده مع بعض لحد ما يبقوا يعني نقول تشوحوا، اللي يبقى الرز والعدس شربوا كل الميه اللي فيهم عشان ما يعجنوش معايا يبقوا مفلفلين. زي ما حضراتكم شايفين كده بقى انا بقلبهم على طول. انا مرضيتش ان انا اجري المقطع ده عشان عايزه حضراتكم تشوفوا مراحل التقليب بتاعته، وان هو بيقعد شويه يتقلب. يعني مش اول ما بتحطي الرز على العدس، لا، انت الاول بتنزلي بالعدس تقلبيه شويه وبعد كده تضيفي الرز وتبداي تقلبي مع بعض كده لمده 5 دقايق. بعد كده بقى ضفنا الميه بتاعتنا. الميه هنا اقل من مقدار الرز العادي عشان ده ممكن يعجن عشان فيه عدس. يعني هنا الميه تبقى بس يعني بتقلبي كده شايفه الرز والعدس، مش ميه كتير. ما تزوديش الميه، الرز ده لو عجن منك مش هيبقى حلو. وهنا بقى خلاص كان بدأ يتشرب معانا، وطينا النار. دي بقى التركه بتاعتنا برضو، بنحط نص كوبايه عدس اصفر. دي بقى بتودي الرز ده في حته تانية خالص، بتخلي طعمه حلو جدا. جربوها وهتعجبكم قوي. بس العدس الاصفر ما بيتحطش بدري عشان سواه قليل، ما بياخدش وقت في السوا. انا بحطه كده في المرحله دي لما الرز بيبدا ان هو بقى عندي يكون شرب ميته، وتوطي على نار هاديه قوي وتسيبيه يستوي. هنا بقى هنديله تقليبه، هو لسه هنا مستويش. بتقلبي بس كده تقليبه بسيطه وتسيبيه برضو يكمل سواه. اهم حاجه النار تكون هاديه جدا. وفي حاجه تانية، مقدار العدس قد الرز. يعني انا هنا عامله كوبايه ونص عدس على كوبايه ونص رز. عشان يبقى طعمه حلو معانا لازم نظبط المقدار بتاعه، ما يبقاش العدس بتاعه قليل. ابدا بقى اعمل في الصلصه. انا هنا هضيف طبعا زيت، وهنا ضفت معلقه توم مفروم. ابدا بقى اقلبها كويس. الاضافه بتاعتنا بقى كزبره ناشفه. اي توم حطي عليه كزبره ناشفه بيخلي طعمه حلو جدا. شايفين اصلا اللون بتاعها بقى ذهبي وجميل ازاي، والريحه بقى اول ما هتشمي ريحه التوم مع الكزبره كده تبداي تنزلي بالخل. انا هنا ضفت بمعدل معلقتين 3 كده، اسيبهم بس ايه يعني اول ما بتنزلي بيهم بيدوا طشه كده، تسيبي الخل كده يطلع يعني. بعد كده انا هنا ضفت معلقتين صلصه من اي صلصه جاهزه. ودي هنا طماطم انا كنت شايلاها حافظاها، ما كانش فيه طماطم فريش ضفتها مش بتفرق. وهنا دي معلقه ملح، ضفنا ملح وسكر. اساسي السكر عشان الحموضه اللي في الطماطم. وبعد كده هضيف فلفل اسمر. بس كده الصلصه بتاعتنا مش محتاجه اي حاجه تانية، بنحطلهاش اي اضافات تاني. هسيبها بقى تغلي كده غلوتين واطفي عليها. يلا بينا بقى نجهز الدقه بتاعتنا. دي هنا طاسه انا حطيت فيها معلقتين زيت. حابين تعملوها على البارد براحتكم، بس انا بحب الطريقه دي اكتر. دي هنا التوابل بتاعتنا بقى نص معلقه صغيره كمون وكزبره وملح وشطه. التحميصه دي بتخلي اصلا الدقه طعمها حلو قوي، لان انت هنا بتشمي ريحه التوابل مع الثوم وبتاخد كده تقليبه بتبقى حلوه قوي. وهنا ضفت 3 مع عصير ليمون وربع كوبايه خل وكوبايه ميه. ابدا بقى اقلبهم مع بعض كده. انا بحب احط لها صلصه، مش حابين براحتكم. هنا كنت حاطه بمعدل 4 معالق صلصه. يغلوا بقى مع بعض. وده هنا شكلها معانا في الاخر. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ احلى دقه هتاكليها بالطريقه دي. جربوها وان شاء الله تعجبكم الطريقه بتاعتنا. نرجع بقى للرز بتاعنا المفلفل الجميل ده. ايه رايكم؟ شايفين العدس ما تهراش معانا ازاي؟ الواحده بوحدتها. والعدس الاصفر كمان مش معجن عشان ما حطيناهوش بدري. جربوا اضافه العدس الاصفر دي وهتعجبكم قوي. وده كان شكل الصلصه بتاعتنا. لونها وقوامها حلوين جدا. هنا بقى هنبدا نعمل الشطه الزيت لمحبين الشطه طبعا. انا هنا ضفت الزيت وبعد كده هنزل بالشطه واسيبهم بقى ايه يعني يتقلبوا كده مع بعض، يسخنوا مع بعض كده شويه. الريحه طبعا بتبقى فظيعه يعني. انا هنا بقى طبعا بعد ما هتبدا تسخن معايا كويس، هي اهم خطوه ان انت يعني ادي الشطه تحميصه كده بسيطه مع الزيت. هبدا بقى اضيف الصلصه بتاعتنا.
شايفين يا جماعة عملت ازاي؟ يعني عملت طبعا صوت طشة جامد قوي. نقلبها بقى كده تقلبتين. عايزة اقول لكم ريحتها كانت فظيعة، كانت حلوة جدا. جربوا طريقتنا دي وان شاء الله تعجبكم. الكشري بتاعنا بالطريقة دي تحفة، وفي كل اسرار المحلات واحسن كمان وانضف، وانتي ضامنة كل حاجة. هنا بتسيبيها على النار بس شوية، مش كتير، دقيقتين بس، وكده خلصت معانا. هنا بقى كنت بدأت اغرف في الكشري بتاعنا ده. الرز اهو مفلفل وجميل ازاي. الرز ده اصلا كده ممكن يتاكل لوحده. ودي المكرونة بتاعتنا، طبعا ضفنا لها الكمون والفلفل الاسمر بيخلوا طعمها حلو قوي. وده الحمص بعد ما اتسلق. ايه رايكم بقى في الطبق بتاعنا الجميل ده؟ شايفين شكل الكشري جميل ازاي؟ وما خدش وقت خالص، كل المكونات بتعمليها في وقت واحد. وده بقى البصل، شايفين شكله ناشف ومقرمش ازاي، وبدون اي اضافات خالص كتير. نص معلقة ملح ونص معلقة سكر بس. هنا بقى ابدأ اضيف الصلصة بتاعتنا. الصلصة كان لونها جميل جدا، يمكن الاضاءة هنا كمان مفتحة اللون شوية. ايه رايكم بقى في الجمال بتاعنا ده؟ الشطة، الزيت والدقة والصلصة والبصل والحمص وطبق الكشري الجميل بتاعنا ده. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، ولايك وشير. القناة يا جماعة هتكبر بيكم وليكم، محتاجين دعمكم، وابدأوا ان انتوا اشتركوا معانا ان شاء الله تستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.